تمثال يتسبب في إلغاء مباراة كرة قدم في دوري أبطال آسيا. تعالوا نشوف مع بعض إيه الحكاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حكاوي الملاعب. منذ أيام من المفترض أن تقام مباراة كرة قدم في دوري أبطال آسيا ما بين اتحاد جدة السعودي واسبهان الإيراني ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، ولكن تم إلغائها. إيه السبب؟ هل السبب التمثال؟ طيب التمثال ده بتاع مين بالظبط؟ اكتشفوا مسؤولي نادي اتحاد جدة السعودي وجود تمثال في الممر المؤدي إلى الملعب، وطلبوا بإزالة التمثال من قبل المسؤولين عن تنظيم المباراة، ولكن إدارة ملعب اسبهان رفضت الطلب المسؤولين السعوديين، وأصر وجود هذا التمثال اللي هو تمثال قاسم سليماني. قاسم سليماني هو كان قائد فيلق القدس الإيراني السابق، جدلا واسعا بين دولتي السعودية وإيران في كلمة ونص. الدنيا ولعت على آخرها. على هذا الأثر انسحب فريق اتحاد جدة السعودي من المباراة قبل انطلاقها بسبب وجود هذا التمثال، واعتبروه استخدام لشعارات سياسية. وبعدها مباشرة قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء المباراة وتحويل الأمر إلى اللجان المختصة للبت فيه. ومن هنا نشر الاتحاد الآسيوي بيان قال فيه، البيان هو قدام منكم: تم إلغاء مباراة دوري أبطال آسيا من اسبهان واتحاد جدة، والتي كان من المقرر أن تقام على أرضية ملعب نقش جهان في أصفهان بسبب ظروف غير متوقعة. وأعاد الاتحاد الآسيوي التأكيد على التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباراة والمتفرجين وجميع أصحاب المصلحة المعنيين. هل الاتحاد السعودي سكت على كده؟ لا، الاتحاد السعودي طلع بيان. قال ايه بيان الاتحاد السعودي؟ ان هو بيشيد على حرص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإقامة المباراة في ظروف مناسبة والتي لمسها الاتحاد السعودي، على دعمه الكامل لنادي الاتحاد واتخاذ كافة الطرق القانونية لحفظ حقوق نادي اتحاد جدة. طيب من هو قاسم سليماني؟ في البداية بس قبل ما نقول السيرة الذاتية بتاعت قاسم سليماني، عايز أعرف متابعينا ومشاهدينا إن إحنا مش بتوع سياسة، إحنا بتوع كورة. ولكن طبعا وجود التمثال في هذه الواقعة أثار عندنا الفضول، عايزين نعرف مين صاحب هذا التمثال اللي هم مصممين الجماعة الإيرانيين يحطوه في ملعبهم ويضيعوا الماتش على فرقتهم وعلى فرقة اتحاد جدة، اللي خلاهم بعد كده اتلغى بعد كده المباراة بسبب هذا التمثال. تعالوا نشوف مع بعض عشان نلخص الموضوع كله مين هو قاسم سليماني. قاسم سليماني راس حربة إيران، هم فعلا ملقبينه كده. اللواء قاسم سليماني اتولد 11 مارس سنة 57 وتوفى 3 يناير سنة 2020. قاسم سليماني عسكريا إيرانيا وقائد لفيلق القدس من سنة 1998 خلفا لأحمد وحيدي حتى مقتله. وفيلق القدس دي هي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة أساسا عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية الإيرانية. قاسم السليماني هو من قدامى المحاربين الإيرانيين، من قدامى المحاربين في الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات طبعا، وانضم إلى الحرب الإيرانية العراقية في 22 سبتمبر سنة 1980 بصفته طبعا قائد عسكري، وكان يوصفوه في إيران بأنه رأس حربة إيران. وفي 24 يناير سنة 2011 تمت ترقيته من رتبة عقيد إلى لواء بواسطة قائد الثورة الإيرانية علي خامنئي. وكان سليماني يوصف بأنه أقوى شخصية في الجمهورية الإيرانية بعد المرشد الأعلى الإيراني، وكانت أساليبه مزيجا من المساعدة العسكرية للحلفاء الأيديولوجيين والدبلوماسية الاستراتيجية الصعبة. وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 بدأ سليماني في توجيه الجماعات المسلحة بشن هجمات
ضد القوات والقواعد العسكرية الأمريكية هناك في العراق، مما أسفر عن مقتل المئات من الأمريكيين. وفي عام 2012 ساعد سليماني في دعم الحكومة السورية خلال الحرب الأهلية السورية. طيب، بعد نشاط قاسم سليماني صنف من قبل أمريكا كداعم للإرهاب. وفي 3 يناير 2020 قتل قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية بطائرة بدون طيار بالقرب من مطار بغداد، التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقتها، على أساس أن سليماني يشكل تهديدا وشيكا على الأرواح الأمريكية. وأقيمت جنازة قاسم سليماني في بعض مدن العراق وعددا من مدن إيران وسط حضور حشود غفيرة من أهالي الشيعة. طب ادي قصة ونشاط قاسم سليماني اللي بيعتبروه إيران البطل الخاص لديهم. طب ايه علاقته بالسعودية؟ بيعتبروا سليماني انه مسؤول عن ممارسات إيرانية معادية في المنطقة، وعلى رأسها الهجوم على سفن النفط السعودي في الخليج والمؤسسات النفطية السعودية. واعتبرت كمان السعودية ان قاسم سليماني تهديد للأمن القومي السعودي، لأنه كان مدعم أساسي للجماعات المسلحة الموالية لإيران في اليمن التي شنت هجوم على الأراضي السعودية. وفي عام 2016 قطعت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع إيران نهائي بعد أن هاجمت مجموعة مسلحة تابعة للحرس الثوري الإيراني سفارة السعودية في طهران. وعشان كده اعتبرت السعودية وجود تمثال قاسم سليماني في ملعب سبهان أصفهان الإيراني كانت بمثابة الإهانة ليها، لأن السعوديين شايفين أن سليماني تسبب في ممارسات إيرانية زي ما قلت قبل كده معادية في المنطقة، وده اللي أثر على الأزمات السياسية بين البلدين السعودية وإيران. وبعد منها مباشرة سنة 2016 كان أي مباراة ما بين السعودية وإيران سواء على المستوى الدولي أو على مستوى الأندية كانت بيتنقل مبارياتهم إلى أرض محايدة. طيب نرجع تاني لمرجعنا مباراة اتحاد جدة وإسبهان الإيراني. قالت إن جاءت آراء قانونية قد أشارت طبعا إلى احتمالية اتخاذ قرار رسمي من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. اتقال قبل كده إن بعد هذه الواقعة إن منح نقاط مباراة إسبهان لصالح اتحاد جدة، أو إقامة المباراة في أرض محايدة، أو إزالة التمثال وإقامة المباراة في مدينة أصفهان. ولكن أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الساعات الأخيرة أن المباراة قد يتم إعادتها خلال الفترة المقبلة، وإنه لم يتم اعتبار أي من الفريقين منسحبا، بل تم تأجيل هذه المباراة لحين انتهاء هذه الأزمة. شكرا لكل متابعيني ومتابعي هذه الحلقة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مقبلة إن شاء الله. كنت معكم عمرو عمر.